داخل الاستوديو رئيس واحد من أكبر الأندية العربية والأفريقية، نادي الهلال. سعادة كبيرة، ونادي الهلال هذه الأيام يعيش واحدة من الفترات الجميلة من خلال تسجيلات، من خلال الوصول إلى المرحلة أو مراحل متقدمة في البطولة الأفريقية، ثم عاد ووصل إلى دور الكونفدرالية مع شقيقه المريخ. وأكيد هناك العديد من الأسئلة الساخنة، وهناك العديد من التوضيحات من السيد رئيس نادي الهلال، الإدارة، الاستقالات، التسجيلات، المدرب، كثير والكثير سنحاول أن نستوضحه من السيد رئيس نادي الهلال. أنا برحب بك كثير جدا السيد الأمين البرير رئيس نادي الهلال، أهلا ومرحبا بك وسعيد أنك تكون معي. مرحبا بمشاهدين قناة الشروق، ومرحبا ببرنامجك الساعة الرياضة. الساعة الرياضة. أهلا ومرحبا بك سيد الأمين. نعم. وبرحب بالسادة المشاهدين، نتابع هذه اللقطات ثم نعود لنتواصل. راجع من جديد، والمرور من جانب خليفة، انطلاقة من جانب خليفة، حلوة 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا جميل يا ولد يا فنان يا ولد يا جميل، حلوة 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 من جانب خليفة، هدف أول هلالي. هكذا كانت، هكذا كانت، هكذا تمت، هكذا كان التبادل، هكذا التوقيع، التوقيع في شباك شبان دادمور. 1-0 للهلال، 1-0 للهلال. خليفة أحمد سجل الأول، شبان دادمور 0. برحب بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، وسعيد للمره الثانيه الاخ من البرير. وحقيقه نحن حنبدا بشان اداري. مجلس اداره نادي الهلال مكون من 9 اعضاء، الضباط الاربعه، وهناك 8 اعضاء. وانا بعرف انه الانديه الكبيره محتاجه لجهد كبير وعمل كبير جدا على المستوى المالي وعلى المستوى الاداري. والان تغلص مجلس اداره نادي الهلال باستقاله البعض، عبد الرحمن ابو مريين، كاروري، طاهر يونس. أنا داير أعرف كيف الآن المجلس بيدير أعماله من خلال المهام الكثيرة الموجودة، يعني وصعب جدا يمكن نادي كبير زي الهلال يديرون مجموعة صغيرة من الأعضاء. نعم، أنا أفتكر إنه مجلس إدارة نادي الهلال الآن يعني موجودين فيه 9 شغالين فعليا، وفعلا في 3 موقفين نشاط، والآن يعني الحركة الإدارية في نادي الهلال ماشية بصورة طيبة جدا جدا. افتكر انه يعني في نشاط عالي جدا جدا للمكتب التنفيذي او الاداريين الموجودين داخل العمل التنفيذي الان، والحمد لله يعني حتى اللي انقطعوا يعني علاقاتنا بهم علاقات عاديه وعلاقات مشاركات اسريه. من الشعر يعني في بعض القضايا البسيطه، لكن في الاخير يعني هون اختاروا انه يكونوا مجمدين نشاطهم. لكن ان شاء الله يعني نتمنى في الفترات الجايه ينضموا لاخوانهم، وان شاء الله يعني الهلال يستفيد برضه من خبراتهم ومن مشورتهم، وفي الاخير يعني بنقول له ان احنا جينا بتنظيم واحد اللي هو تنظيم المستقبل، وان شاء الله يعني في مقبل الايام يعني يجلسوا مع بعض افراد من هذا التنظيم للمشاركه الفعليه داخل مجلس اداره، وباب مفتوح للجميع يعني. عندكم حركه الان يعني عشان يعودوا للنادي مره اخرى؟ والله نحن في بعض الاخوان يعني تهمهم مصالح الهلال وبتهمهم مصالح مجلس اداره نادي الهلال، وناس منتمين لتنظيم المستقبل، فزي تمت اتصالات بينهم، لكن نحن الان يعني ما عارفين الحاصل شنو بالضبط. لكن في الاخير بنفتكر ان يعني المجلس الان شغال في شغل جيد جدا جدا، وشغال بمنظومه ممتازه جدا جدا، وان شاء الله يعني اذا عادوا نحن في استقبالهم، في الاخير هم جايين يخدموا نادي الهلال، واذا ارادوا ان يستمروا في عادهم في الاخير يعني شان يخص كل فرد من افراد هذا التنظيم او هذه المنظومه بتاعت المجلس اداره نادي الهلال. ما تفتكر يعني نتمنى يعني نحن مناشدا يعني رئيس نادي الهلال انه يعودوا لهذه المنظومه، لان اصلا نحن
جينا من تنظيم، بس تنظيم واحد اللي هو تنظيم المستقبل. نعم. طيب نحن ما دام نتحدث عن هذا الموضوع، يعني يمكن من الاشياء، يمكن صدر قرار قبل قليل من المفوضيه عن ابواب نادي الهلال وانه تفتح خلال 3 اسابيع. انا داير اعرف في البدايه يعني ليه كان الاغلاق، وهل ستنفذوا فتح الابواب؟ طبعا اول شيء نحن بنحيي الاخوان في المفوضيه وهن المناطبين يعني تنفيذ القوانين الرياضيه الولائيه. في الاخير يعني على ما حسب ما سمعت من الاخ مدير النادي ومدير العلاقات العامه، هنالك يعني خطاب وجهه لمجلس اداره النادي بخصوص النادي. نعم. اللي هو زي سمعت انه فتره بتاعت 3 اسابيع او تأجير منزل في مدينه او في تأجير منزل في ولايه الخرطوم يعني. فكرة انه الان الهلال بالشكل او ناديه الموجود فيه الانقاط الكثيره والمنشات والادوات الكهربائيه اللي بتكون حايمه في الممرات وخلافه، وصعب انه يعني يتفتح في وقت زي ده وزمن قليل زي ده. نعم. لكن في الاخير بنلقى حلول يعني ان شاء الله. نشوف مع الاخوان يعني المسؤولين الاخوان الرواد الموجودين في نادي الهلال انه نشوف حلول يعني ان شاء الله. يعني اذا ما الصيانه انتهت وبتكون صعبه انك انت تفتح في نادي في ظروف زي دي. نعم. وودون خيار اخر اللي هو خيار انك انت تاجر لهم منزل او تشوف لهم مكان يعني يجلسوا فيه، مكان يمارسوا فيه نشاطنا المحتاج اللي بيمارسوه في نادي الهلال. في الاخير بندرس يعني بندرس الخطاب جيدا، وان شاء الله يعني في الاطار الفهم الموجود في الخطاب نحن ان شاء الله يعني بنخاطب الاخوان في المفوضيه بنورونا انه الظروف ما متاحه الان لدخول الرواد، ونحن ما حارمين يعني الشخص ما يفتكر انه عندنا مشكله انه الرواد يعيدوا نادي الهلال، لكن في الوقت الحاضر فيها اشكاليه القصه دي. نعم. واحتمال في الاخير اذا ناس المفوضيه مصرين، وفي الاخير احنا بنحترم القانون بنحترم المفوضيه، اذا مصرين احنا نشوف نأجر لهم مكان في ولايه الخرطوم ونشوف القصه دي نحلها كيف مع الاخوان المستشارين القانونيين الموجودين في نادي الهلال والاخوان اللي بيتموا مصلحه الهلال. يعني في الاخير يعني بالنسبه لنا احنا ما حنتعامل يعني بقصه انه رواد خارج النادي او رواد داخل النادي. بنفتكر انه في الاخير بنلقى يعني مكان انه ناس يعني يمارسوا فيها بعض النشاطات. يعني يمكن تستأنفوا القرار؟ والله اذا اصروا انه ناس يخشوا نادي الهلال في ظل الظروف الموجوده في نادي الهلال بتبقى صعبه يعني. صعب الدخول لنادي الهلال. صعب الدخول لنادي الهلال، لكن ممكن في الشق الثاني من القرار قالوا انه يأجروا لهم منزل عشان يمارسوا فيه بعض النشاط اللي اصلا بيمارسوا فيه يعني الاخوان. نعم. وده في الغالب بعد نشوف الاخوان القانونيين في الغالب ده اللي بيكون الاقرب يعني هم اللي بيدوكم الراي. لانه افتكر انه يعني فتحة النادي وقفله ما مقصود بفرد واحد او واحد من الرواد. بنفتكر انه اجراء طبيعي، لان الناس طبعا اخذت الامور بحساسيه وبتحدي وبانه كيف نحن نجلس بخارج النادي، وفي الاخير يعني ما نحن مقصود ما هو لمصلحه الرواد، هو لمصلحتهم تقريبا. نعم. الان يعني افتكر انه النادي ما افتكر انه جاهز يعني طيب. او جاهز انه يفتح. نعم. طيب احنا اذا اتجهنا لمحور مهم، يعني يمكن تسجيلات هذه الايام كانت يمكن قضت قبل يومين او الامس. دايما نعرف نحن في السودان هنا صراحه مجالس الادارات هي اعتدنا هي اللي بتسجل، ان كان في المريخ، ان كان في الهلال، ان كان في المورد، ان كان في التحرير، او حتى انديه الثالثه في السودان في اي مكان. دائما اداره الانديه هي اللي بتسجل. انا داير اعرف الهلال هل طبق توجيهات جارزيتو بشان التسجيلات؟ نعم. في الأخير مع نهاية منتصف الموسم تم رفع تقارير من الجهاز الإداري بقيادة أخونا كابتن خالد بخيت. نعم. ورفعوا فعلا تقرير من الجهاز الفني برضه تقريرين، تقرير إداري فني اترفع لمجلس إدارة نادي الهلال فيه بعض النقص كان في بعض الخانات من الفريق، والحمد لله يعني 90% ونقول 95% من المطلوب من الجهاز الفني والاداري تم تنفيذه يعني بحذافيره. وفي الاخير القرارات دائما هي ترفع اللجان تصورات لمجلس الاداره، لكن القرار النهائي لمجلس اداره نادي الهلال اللي كون لجنه فنيه برئاسه احمد ادم وكون لجنه اداريه برئاسه اخونا محمد المامون، وكان في بعض الاخوان كلهم مقسمين في المجلس بين اللجنتين. وافتكر ان الهلال اشتغل شغل جيد جدا جدا وحصل اجتماعات مكثفه من اعضاء المجلس المتواجدين معنا اخونا حطب وحاتم ومحمد المامون وعصام وهاشم وعثمان واحمد ادم.
وشخصي يعني تابعته برضه بصفه رئيس نادي الهلال، تابعت الشغل اللي جاء وكان تنسيق كامل يعني. نعم. في الاخير نحن نفتكر انه كمجلس نفذنا تنفيذ ما طلبه الجهاز الاداري بتاع فريق الرياضه والجهاز الفني، تنفيذ يعني ممتاز جدا جدا. نفتكر انه الان غالبيه الشعب الهلالي الان سعيد بالتنفيذ شق التسجيلات. نعم. طيب نحن لو تكلمنا عن التسجيلات وكثير جدا من الناس بتتكلم عن انه اللاعبين الاجانب يعني نحن ما بنتهم شخص معين يعني بانه هو يعني احضر لاعبين ولكن في الانديه الكبيره شاهدنا وتابعنا يمكن بعض الاحداث بتحدث، بعض المدربين بيستجلبوا لاعبين هم دون مستويات حتى اللاعبين السودانيين مثلا او في اي منطقه من المناطق. انا داير اعرف انتم اللاعبين اللي رشحهم المدرب جارسيتو هل كان عندكم علم بهم؟ ولا انتم بناء على كلماته وعلى قناعاته اقتنعتم برايه يعني تابعتوه وشاهدتوه؟ نعم. نعم. انا افتكر انه يعني واضح انه الخرطه بتاعت المدرب جاوت زي 5 عناصر بالاضافه الفريق عامه يعني. اللي هو العنصر كان الاول اللي كان مع فداسي اللي يعني المدرب شافه في المنافسات الافريقيه. نعم. وبعد ذاك كان في كايا اللي هو كان لاعب الخرطوم، لاعب الخرطوم 3. نعم. بعد ذاك في ابراهام. وبعد ذاك في اكانجا. نعم. اللي هو زي هنا. بعد ذاك لعب المستوى محمد احمد يعني. في ناس بيقولوا يعني في بعض الاخوان بيقولوا انه جاهز الان. نعم. نتمنى انه يكون جاهز لان بفتكر انه زي اخترناه يكون لمستقبل الهلال. نعم. فالخانات دي يعني تمت بعنايه فائقه يعني من الجهاز الفني بالطريقه الخطط اللي بيلعب بها الجهاز الفني بالطريقه اللي هو عايزه هو بالضبط. نحن جبنا له الحاجه الطلبه اول. واللاعبين الاجانب اللاعبين الاجانب اختيار للمدرب ذاته بالذات. ما كان عندكم اي دور فيهم؟ ما شاهدتم؟ نهائي بالضبط. انت عارف كان مصر على ابراهام ده المدرب اصرار شديد جدا جدا. نعم. يعني في بعض الاخوان يقول لك ليه سجل مهاجمين والهلال ده ما عنده 6 مهاجمين. نعم. ولا وفي ممكن انه يلعبوا كده وهناك. لكن بيفتكر انه لازم يضيف كان للخط ده اللاعب ده. بيفتكر انه لاعب شاف ولاعب موهوب ولاعب لعب في الدوري الفرنسي. ويفتكر انه كان ممكن يعني يشكل اضافه. وكانجا برضه كان مصر على اصرار شديد جدا جدا. بيفتكر انه بيلعب في المنطقه بتاعت اليمين الطرف اليمين المتقدم. في الاخير نحن نفذنا طلب. وفي الاخير انت يعني هناك دائما ننفذ طلبات الجهاز الفني. وفي الاخير ده حتى لو كان ما عندكم عنهم اي فكره اللاعبين يعني في ناس بتتكلم عنه قد يكون في سمسره قد يكون في لا ما في سمسره بالعكس يعني. بعد ذاك في اللجنه ذات الفنيه والاداريه يعني طلعت على بعض السير بتاعت اللاعبين وشافتهم في السيديهات واقتنعت يعني اقتنعت. وفي الرئيس اللجنه الفنيه اخونا كابتن احمد ادم يعني راجل برضه خبره وشاف اللاعبين ده برضه زي حتى المدرب كان فاتح خط دولي مباشر معانا كمجلس وكلجنه بتاع التسجيلات. في الاخير اصر على اللاعبين دول بالذات. نعم. وفي الخانات دي بالذات مع انه في ناس يقول لك ليه الهلال ماشي سرباك ونحن كنا بنتكلم في القصه دي معه وكلام واضح. يفتكر انه القصه دي هو ما عنده فيها اشكاليه. انه حدد خانات وعنده طريقه لعب معينه بينفذوها للاعبين الجايين. بينفذوها للاعبين الجايين بالضبط كده. نعم. طيب نحن لو تكلمنا عن كانجا وهو لاعب كاميروني الاصل وغيني الجنسيه اعتقد. نعم. هو يعني يمكن نظام الاعاره دائما بيعتمد على الناديين واللاعب عقد ثلاثي. والناس الان بتتكلم عن انه حتى اللاعب نادي ما عنده يعني هل صحيح انه لاعب من غير نادي؟ كانجا هو فيري. نعم. لاعب فيري. لاعب في الاخير المدرب شافه مقتنع به وبعد كده يفتكر عنده به اتصال. وفي الاخير مصر كان عليه كانجا ده اللي هو ده اللاعب الطرف اليمين والنصف اليمين المتقدم يعني. فكر انه اللاعب ده يعني عنده مقدره يعني كبيره جدا جدا من المخزون بتاع اللياقه. وبيفتكر انه لاعب مفيد له واصر عليه يعني. نعم. بفتكر انه يعني اللاعبين المحترفين كانوا وبيفتكر انه لاعب مفيد له واصر عليه يعني. نعم. نفتكر انه يعني اللاعبين المحترفين كان ابراهام ولا كان كانجا انه هو مصر عليهم. اصر عليهم. اصر عليهم يعني هي مسؤوليه المدرب اصبحت يعني. بالضبط كده. نعم. طيب اللاعب اعاره ام هو تسجيل؟ لا نحن اشتغلنا شغل بتاع احترافيه بالذات في العقودات دي. نحن عملنا النظام بتاع الاعاره للاعبين. لكن انه في نفس الوقت في بنود من بنود العقد ده انه اللاعبين ديل اديناهم جزء من تجديده للست شهور اللي بعدها. نعم. يعني بقى اللاعب ذاته يعني ما عنده طريقه انه يواصل مشواره الا مع الهلال استغنى هو الهلال استغنى عنه او هو يرفض. نعم. يعني في الاخير نحن حتى الست شهور اللي بعدها نحن دفعنا جزء من القروش بتاعتهم او الاتفاقيات الماليه بتاعتهم. نعم. اللاعبين ديل يعني الان اللاعبين
الهلال تعاقد معه بتاعت العقد 6 شهور نعم لكل لاعب، نعم لكن في نفس العقد اديناهم جزء من القروش بتاعت ال6 شهور بعدهم اللي بعدهم اللي جايه الجايه. وفي نعم. نفس العقد ده يعني اذا لا قدر الله اللاعبين دول ما نجحوا، نعم برضه عندنا اتفاقيه انه بعد تفسخ نفسخ العقد وندون حق شهر او شهرين. لكن الشيء الغريب انه كان جاء من غير نادي، ما عرفتوا من نادي. لا كان نحن ما دخلنا معار، لكن دخلنا في الكشف 6 شهور. 6 شهور لكن ما معار. لا ما معار. نعم ما معار، يعني الحديث اللي بيدور اللاعبين دول ما معار. نعم يعني هو بس حديث الطريقه بتاعت التعاقد بتاعهم لفترات قصيره. لفترات قصيره، لانه انت عارف المحترفين في السودان نعم. تلقى تجيب لك واحد ناجح ما يقدر. نعم ما يقدر وقد يكون لاعب ممتاز وقد يكون ممتاز ما ينجح. ما ينجح. نعم. فالتجارب السابقه علمتنا نحن يعني ده تكتيك معين بتعملوه انتم الان. بالضبط كده. نعم بالزبط. يعني ال6 شهور دي اذا نجح فبها، اذا ما نجح عندكم الحق مؤمنين عشان ما يحصل لكم او يحصل لكم زي ما حصل للمريخ مع بعض اللاعبين، وانتم حصل بعض اللاعبين اعارات او لفتره طويله وفي النهايه الناس عاوزه تتخلص منهم. او نحن زادنا يعني كان عندنا عقودات طويله المدى وكان مثلا مشاكل يعني نعم. في الهلال فكلها زي قعد دلينا في الشغل ده مع بعض القانونيين وزي يعني اشتغلوا في العقودات دي بطريقه ممتازه جدا. نعم يعني غيرتوا التكتيك المره دي. لا بالضبط. نعم طيب نحن لو يعني يمكن الموضوع يعني يتكلموا فيه الناس كثير جدا توبونج، وبيتكلموا يعني كلام كثير جدا. اول حاجه في الناس بتفتكر انه هو ما لاعب يعني بقدرات الهلال وما لاعب بقدرات $1,000,000، والصحافه كتبت والمنتديات تكلمت عن هذا اللاعب. نعم توبونج طبعا من اللاعبين المهمين جدا جدا دخلوا كشف الهلال، وقت دخل كشف الهلال كان هداف الدوري المصري، كان اللاعب اللي بيغلب انديه القمه الاهلي والزمالك، وكان هداف الدوري المصري. الدوري المصري ما دوري سهل يعني، وجبنا من المواصفات العاليه دي. لكن ده من جر رايع او دخل السودان او بدا التمارين مع ميشو ونايم، ما تشعر انه اللاعب ده يعني ما اللاعب اللي جبناه هنا، ما هو اللي شفته، ما هو شفناه وشافه بعض الفنيين او بعض المتابعين. افتكر ان اللاعب من ناحيه فنيه ما في اشكاليه او ما في مشكله، لكن مشكلته من النواحي يعني النفسيه ما قدرت توافق. ولاعبين كتار يعني جو الهلال دي اللي كانوا هدافين بطولات واسامي كبيره جدا جدا ما نجحوا. نعم فالتوفيق ده من عند الله يعني. نعم. بتفتكر يا سيد اللمين البيئه السودانيه احيانا قد ما تساعد؟ يعني اذا تحدثنا عن اعلام او تحدثنا عن جمهور او تحدثنا عن البيئه السودانيه بصفه عامه، يعني قبل كده يمكن الديمباباري يتكلم عن الجو الموجود في السودان عموما مش في الهلال، ولكن بيفتكر انه السودان صعب. يعني بتفتكر قد تكون دي برضه من الاسباب اللي تخلي اللاعب المحترف ما ينجح في السودان؟ شوف الافارقه دول طبعا عندهم طقوس وعندهم اشياءهم الخاصه وعندهم نشاطهم الاجتماعي الخاص وما لقوا في السودان ده. طبعا السودان يعني بلد متمسكه او بلد اسلاميه تقريبا. فبفتكر انه يعني دائما انا يعني بالذات توبونج ده انا افتكر انه ما قصه نجاح يعني فني ومن الناحيه الفنيه ما في مشكله. يعني بعض اللاعبين دول يعني يكون الجوانب الفنيه بتاعتهم متوسطه كده، لكن توبونج انا في رايي انه يعني ما قدر ينجح من ناحيه نفسيه. نعم هو الجو في السوداني ما خلاه انه هو يكون يعني يتاقلم على الجو السوداني والطبيعه بتاعت الملاعب السودان واللاعب السوداني والمجتمع السوداني. افتكر انه القصه دي زي اثرت عليه، لانه اصلا كان في مجتمعات مفتوحه، المجتمعات الافريقيه دي مجتمعات مفتوحه يعني. نعم يعني في اشياء كثيره بالضبط كده. نعم ايوه يعني من الاشياء مع انه هو زول مؤدب وزول ذو خلق عالي وملتزم يعني، لكن في النهايه هو يعني يمكن بيجوا من بيئات شويه بتختلف من البيئه السودانيه. بالضبط. ونحن بنقول الكلام ده انه في لاعبين كثير جدا بمستويات جيده وما نجحوا في عديد من الانديه يعني. نعم طيب ما بتفتكر، ونحن ما زلنا نتكلم عن توبونج، ما بتفتكر انه الرقم اللي اخذه توبونج رقم فلكي ورقم كبير؟ والله لا، انا افتكر انه فوق كده يعني لحجه الهلال ولكان ضيق الزمن والوقت ده كنا نحن مجلس جديد يعني. نعم. فكنا محتاجين اللاعب ده، يعني انه الهلال ذاته كان يعني عنده فريق يعني مؤهل انه كان يعني في بطوله الكاف السابقه انه كان يصل لمراحل متقدمه يعني، وفعلا وصل هو، وكان ممكن يمشي لاحسن من كده، ربنا ما راضي يعني. دي قسمه من عند الله. اللاعب كان بالنسبه لنا يعني شايفين فيه امال كبيره انه يوصل الهلال للنهائي ووصل الهلال للبطوله. افتكر انه الوقت ذاك يعني الصفقه كان ب $800,000. افتكر انه يعني هي ما مليون يعني؟ لا ما مليون، هي بمرتباتها حاجه بتاع 750 800 كده تقريبا.
والوقت ده كان حوجه الهلال لازم انك انت يعني تسجل اللاعب ده، صحيح صفقه كبيره ونحن نفتكر انه ما يعني كنتم معولين ربنا عليها كثير. يعني ربنا يعني اراد، لكن اللاعب ده كان ممكن لو كان جاب مستواه من الدوري المصري وهداف الدوري المصري ما يعني كان ممكن يعمل الهلال شغل، لكن ربنا اراد انه يعني ما ينجح زيه زي غالبيه اللاعبين اللي السودان واللاعبين العالميين وكده يعني ممكن ينجح امثال كثيره ممكن نقول منها جزء يعني. نعم تاخذ راحتك وحريتك. نعم داير اقوله يعني يمكن من الاشياء اللي برضه بيتكلم عنها انه الاتحاد السكندري الان يعني يمكن دفع 500,000 دولار، هل الحقيقه ما حقيقه هذا؟ انا سمعت كلام زي ده برضه، بفتكر انه انا ما كلمتك قلت لك توبانج ده من الناحيه الفنيه ما في، ممكن يلعب في اي فريق. نعم. في الاتحاد الاسكندري، في الاهلي، في الزمالك ممكن يلعب. نعم. طالما انه هو دار الجو اللي بيناسبه هو كلاعب افريقي يعني. نعم. انت بتقدر تقول اكثر من كده يعني انك انت في السودان. نعم. السودان بلد مقفوله او شبه. نعم. بلد يعني منضبطه اجتماعيا، منضبطه سلوكيا، الحركه اللي فيها شويه الحركه فيها مقيده للاعبين اللي فارغه يعني. نعم. وده ما سبب، لكن السبب يفتكر انه يعني ما قدر يدي عطاء في نادي الهلال بالاعضاء اللي جبنا من او يعني المقابل اللي قدمه له نادي الهلال او المقابل اللي هو افتكر انه يكون قدامه مقابل كان كبير يعني. اللاعب ده من مرق من السودان ما حرز له 3 4 اهداف يعني. نعم. طيب يعني صحيح مرقنا في بعض المباريات المهمه وكده وهنا في الاخير انا افتكر انه قرارات الجهاز الفني هي حتى اللاعب جبناه نحن يعني. تلاحظ انه انا بنفسي سافرت وقرار مجلس اداره وسجلت في الاخير ما عينا انه قلنا اللاعب ده ولدنا ونحن بنفكه والكلام بيكتر. استلمتوا قروش؟ استلمتوا الان 500,000 دولار؟ لا ابدا، انت بتتكلم عن الاتحاد الاسكندري. احنا اللاعب بالنسبه لنا يعني باللاعب بالنسبه لنا كان ممكن يكون دار مننا قريب ل 400,000 دولار ثاني غير المقدم بتاع عقده. غير المقدم العقد. يعني اللاعب نحن ما فكينا عشان القروش، فكينا من الجوانب النفسيه والجوانب الطلب الجهاز الفني. نعم. حسيت انه لكن اللاعب الان في شهر 6 ده المفروض يشيل له قريب لل 210,000 دولار 60,000 دولار بيشيلها شهريا يعني. نعم. المفروض 270,000 دولار زي شهر واحد حيشيل ثاني 200. عنده حقوق عليكم يعني؟ ما عنده حقوق علينا. ما عنده حقوق. احنا العقد ما انتهينا منه. نحن نعم. عملنا معه تسويه مخالصه مخالصه كامله في الاتحاد العام وقدام وكيله وقدامه هو. نعم. ودينا بعض المصاريف اللي بتخصه والفلوس اللي بتخصه. طيب الحمد لله الان يعني الهلال ما مديون للاعب ولا اللاعب مديون للهلال يعني. في حديث بيقولوا تحت الترابيزه المجلس ما دار يعلن انه في 500,000 دولار جات من نادي الاتحاد السكندري للهلال عشان ده سؤالك ولا سؤال المخرج؟ ده سؤالي. نعم. حقيقه يا اخي ولا بتنفي الكلام؟ يا اخي العزيز اللاعب ده كل اللي عليه والان الهلال كان عايز من الهلال قرابه ال 400 او ال 210 زائد ال 60 الان في شهر 6 270,000 والدار في شهر واحد هذا 210,000 دولار. وهي الاشكاليه ما في القرش، الاشكاليه في المستوى الفني اللي ظهر به. وجا في تقرير المدرب انه هو اللاعب يطلع من كشف الهلال، والان اللاعب الهلال ما استفاد منه. في الاخير الاشكاليه ما بقت في القروش، الاشكاليه انه نحن يعني ما استلمتوا وبعد 500,000 دولار ده ادانا للاتحاد ولا الاتحاد السكندري ادانا له هنا. نعم ادانا. وعندهم قروش ده والله السادات ده ارفض السادات ذاك. نعم. والله عندك 500,000 دولار يشيلها منك. طيب يمكن الحديث عن توبونج، وانت تكلمت الان عن موضوع مهم جدا ونفسيه اللاعب الافريقي وفي السودان. طيب زي ما غيرتوا التكتيك التسجيلي او تكتيك التسجيلات، الان انتم بتعملوا طريقه معينه للتسجيلات. انا داير اعرف هل في نيتكم تبتعدوا عن اللاعب الافريقي قليلا؟ يعني ما دام اللاعب الافريقي صعب انه هنا في السودان يتاقلم، وانه قد يكون ناجح جدا وقد يفشل، وانت رئيس نادي كبير، هل فكرتوا انه يعني اللاعب الافريقي الان 6 لاعبين افارقه في كل نادي، يمكن معظم السودان هناك تجنيس وهناك تسجيل، تقللوا اللاعب الافريقي تتجهوا للاعب العربي مثلا؟ والله شوف اللاعب العربي ما نجح في السودان يعني مؤكد انه النجاح بتاع اللاعب العربي في السودان. الافريقي ممكن ينجح لكن يعني هو التوفيق برب العالمين زي ما قلت لك. نعم. لكن في الاخير اللاعب الافريقي يعني مشكلته البيئه جا منها او المنطقه او المناطق اللي جا منها. فانا افتكر انه يعني وجود واحد او اثنين في داخل الكشف بتكون ما اشكاليه كفايه يعني. نعم يعني في تفكير. يعني لو اتقفلت القصه دي على واحد او اثنين ممكن يفيدوا، لكن والله بصراحه اكثر من 3 و4 و5 و6
يعني لغايه الان احنا في السودان ما شكلت نجاح يعني. التجربه اثبتت انه الكميه الكبيره دي تقريبا كده. وبعدين حتى جلوس اللاعب سنه او سنتين او ثلاثه وزاد منها او سنه وسنتين والثالثه، اللاعب ده دايما اعطاه تلقى قل او رجع يعني ما زاد. يعني لابد تغير بالضبط كده. يعني العقودات ما تكون لطويله اجل. لا مؤكد يعني. انت لو لاحظت يعني حتى اللاعبين اللي لسه قاعدين اكثر من سنه او سنتين او ثلاثه بدات في السنه الثالثه اعطاهم قله تقريبا كده عامه يعني في السودان تلقى العطاء بتاعهم قل. نعم. طيب نحن لو مشينا وجينا للاعب المحلي، يعني انتم يعني الان ايضا الحديث كثير جدا عن عمر بخيت. يعني الناس كثيرين جدا بيقولوا والله ناس الهلال يستفادوا زي ما ناس المريخ بيستفيدوا من جنتلمان، وانه بيفتكروا عمر بخيت ما حيمشي المريخ وما حيسجل، عشان كده ممكن نديه اقل مبلغ، بالاضافه لانه خالد بخيت برضه كرت ضغط يمكن المجلس يمارسه على عمر ويديه اقل. يا اخي لاعب عمر بخيت لاعب محترم يعني، لاعب يعني فعلا كابتن من كباتن الهلال. عمر بخيت ده يعني بيتكلم بعقليه احترافيه عاليه جدا جدا يعني. كان قلت في لاعب محترف في السودان بيكون اللاعب عمر بخيت ده. فاصلا ما يتكلم عننا معانا في قصه تفاصيل ماليه، بالعكس يعني اخر يوم في التسجيلات قلنا له يا اخي تجي تسجل وكده، وهو قال انه ما اشكاليه. شوفوا اللاعبين الثانيين وانكم انتم ما تلتفتوا لبعض الشائعات او بعض الاعلاميين والكلام الكثير في القصه دي. انا في الاخير يعني ولدكم، وانا الان انا كابتن من كباتن الهلال، بفتكر انه يعني حتى التقييم ما اتفقنا معه. حتى فلنفترض انه في بعض الجرائد يقول لك المجلس اداه 400 مليون يعني وثاني اداه 550 يعني. انت هو التقييم ده انت بيتم تقييم بينك وبين اللاعب يعني، ما تقليل تقييم اللاعب. لكن فلنفترض انه المجلس اداه 400، هل 400 مليون دي 400 هل الان نحن ان شاء الله يعني بالنسبه لكابتن عمر بخيت بنقيمه تقييم مناسب جدا جدا. والتقييم ده ان شاء الله يعني كابتن محترم زي عمر بخيت زي ما قلت يعني. حتى اولاد بخيت خالد وخلافه ناس يعني متفهمين وناس وعائله هي ذات رياضيه يعني. نعم. في الاخير نحن قادرين على تقييم عمر بخيت تقييم مناسب جدا جدا يرضيه ويرضي نادي الهلال. نعم. وانا مطمن يعني من ناحيه عمر بخيت، بفتكر انه عمر بخيت ده لاعب يعني من الكباتن في الهلال، انه حتى لو قعد لشهر 12 انه عمر ده حيكون باقي في نادي الهلال. لكن الان في الايام القادمه خلال الاسبوع القادم نحن ان شاء الله نجلس معه لاتفاق نهائي يعني اذا تفتكر انه يعني مبلغ هيثم، اقصد مبلغ مهند الطاهر، نعم، وتناول الصحافه للمبلغ انه هي اللي اجعلت الفتنه؟ لا بالعكس والله عمر مبسوط جدا جدا من قصه مهند ده، يتكلم معنا فيها. انت اذا جاء احدى المريدين اخونا اشرف كتر خيره ودفع مبلغ كبير جدا جدا، واخونا الدولي كتر خيره برضه دفع مبلغ كبير، والمجلس برضه دفع جزء من المبلغ يعني مثل الاداره. اذا جاك واحد من المعجبين بمهند او المحبين وقطبي كبير وفخيم زي اشرف الكارديران ويتبرع من نفسه انه حيدفع 700 مليون للمهند، والدولي دفع ال 100 مليون، والمجلس الاداري دفع ال 100 مليون او 100,000 بالجديد دي، انت بتكون سعيد يعني ان انت في مساهمه انك انت لك زود سخي وانتصر لنفسه وانتصر للهلال وانتصر لمجلس ادارته وانتصر للشرعيه في نادي الهلال، بتكون سعيد. نعم. في الاخير ده تقييم ما بتمنعه المبلغ ده كثير. لكن انت ما بتجي كمجلس انك انت يعني ما بتحدد المبلغ، بتحدد 900 دي يدفع المجلس بالضبط كده. مش ده انا مارق من قصه عمر يعني الكلام اللي قلته لك ده، لكن انا داير افهم يعني بعض المحبين او المريدين يعني. نعم. اذا جاك يعني اذا جفرت يدفع في جزء من قروش عمر ده، ما في زول بيقول لك لا، او ما بيقول لك انه المجلس ما قادر يتم ال 400 او مليون المبلغ ده كثير او المبلغ ده كثير. ما تقدر تقول كلام زي ده لزول. بتفتكر انه ده بيخلق فتنه؟ لا مع عمر لا والله عمر بخيت لا. نعم. يا اخي الزول ده انت زول عجيب في تربيته في اخلاقه في سلوكه، حتى لو هو يتكلم عن مبلغ زي ده يعني ده من حقه يعني، ده حق من حقوق التقييم يعني، انك انت تقيموا الاخرين وتقيم نفسه وتقعد معاه يعني. حتى يعني طالما انا بقعد معه بيقول لك ما مستعجل. نعم. يعني حتى امبارح يعني بقول لك ان انا ما مستعجل. نعم. ما تسمعوا عليه كلام الجرايد والكلام ده انا ما لي علاقه به. نعم. زول لاعب محترف، زول بحب الهلال، زول واحد نائب كابتن الهلال شوفوا شغلكم كله في الحياه الثانيه، ما تلتفتوا للقصه بتاعتي يعني مطمئنين تماما انتوا لموقف والله انا شخصيا بالكلام اللي قالوا لي عمر وقالوا الاخوان الاعضاء المجلس واللجنه الفنيه
انا مطمئن لقصه عمر دي يعني يعني مش الاطمئنان ده بخليني انا اهمل الفايل بتاعه، بالعكس انه يعني زي ما لا هو احترم تحركوا. الهلال نحن حنحترمه يعني نعم. كلاعب يعني حتغيموا التغييم اللي المناسب اللي بيناسب المناسب لنا وله ان شاء الله يعني نعم ان شاء الله. نعم. طيب يمكن برضه في موضوع مدثر كاريكا. نعم. بعض الصحف يمكن صحيفه الموج الازرق تحدثت عن انه مدثر كاريكا في نادي اوكلاند الاسترالي يعني تقدم لعرض بمبلغ 200,000 دولار للنادي و100,000 دولار للاعب. الكلام ده هل هو حقيقه؟ انا امبارح بالامس يتكلم معي احدى افراد المكتب التنفيذي من نادي الهلال، افتكر اخونا حسن محمد صالح فقال لي زي جا فاكسي بطلب وبدون عنوان او نادي انه دايرين اللاعب كاريكا ب 100,000 دولار. نعم. فطوال على طول ذات ولا رقيت يعني ضال ما يسوي. في ناس بيقول لك ليه يعني الرئيس كان ممكن اجل القصه دي الشهر مع اللاعب، الشهر مع يعني اسعى انك انت تتكلم عن كاريكا ب 100,000 دولار. والله يكون يعني قصه يعني تكون قصه عجيبه يعني كان كاريكا بقى ب 100,000 دولار اللي هو يعني اللاعب رقم واحد في المهاجم الاول في السودان وفي الهلال، وامكانيات عاليه جدا جدا وسلوك واخلاق وزول محترم يعني. انا افتكر انه نناشده يعني من خلال هذا البرنامج انه ما يلتفت لبعض الامور المتعلقه ببعض الجرائد اذا هو فسره تفسير خطا. انا افتكر انه نحن تقييمه ونحن كلاعب نعرف نقيمه كيف يعني بالنسبه لنا كمهاجم اول في نادي الهلال ومهاجم الفريق القومي الاول. انا افتكر انه 100,000 دولار بالنسبه لاعب ونادي ومش ساكت كمان الاثنين 100,000 دولار بالضبط اللاعب والنادي بالضبط كده. والنادي يعني ما موجود يعني في الاخير افتكر انه يعني عندي شعور كده زي اي واحد كده زي قال لي واحد من الوكلاء ذيك يرسل لنا فاكس تقول كاريكا ده 100,000 دولار يمكن الناس النادي يدونا له ولا حاجه. انا افتكر انه دي يعني الوكيل اللي رسل القصه ده زول يعني هو وكيل لاعبين. ما افتكر انه وكيل لاعبين ما افتكر انه هو جاد كده يعني في القصه. ما ارسل اسم نادي ما ارسل لا ابدا على حسب علمي ومن الاخ حسن ما افتكر انه في اسم نادي يأثر. يعني على كل حال تقييمنا لكاريكا تقييم اكثر من قصه ال 100 مليون سواء كان من الناحيه الانضباطيه والسلوكيه. لاعب ممتاز جدا جدا سوى اخلاق عاليه، لاعب متدين. لاعب يستاهل يعني المبلغ ده ضعاف. اذا جاء عرض للاعب ايضا كاريكا نحن ما حنقف قدام التجربه الاحترافيه خارج السودان وما حنقف انه نوقفه، لكن نشوف له الشيء المناسب له ولنادي الهلال يعني. نعم. طيب يمكن الوكيل بيطالع صحف او بيطالع منتديات انه الهلال يعيش في ازمه ماليه وهي قد يكون هذا صحيح؟ والله انت عارف الوكاله بتاع اللاعبين ما في قريب ل 10,000 وكيل لاعب، وتكون ولد قال واحد من الصحفيين الحايمين المشاطرين اللي هنا ديل يقول لي رسل لي انا فاكسي بالقيمه دي ودي لي نادي الهلال ادوم 100,000 دولار كي اشوف في شنو ولا هنا مؤكد يعني. في الاخير يعني كل المحاور مفتوحه للقصه بتاعت كاريكا بالتقييم 100,000 دولار هو نادي. يفتكر حقه نحن ما نلتفت للاشياء الصغيره دي. تفتكر انه يمكن قد تكون تخلق مشكله بين اللاعب والنادي؟ لا ابدا ما افتكر. هو واعي، لاعب واعي ولاعب محترم. لا يعني احتمال الشخص اللي قام بالعمليه قد يكون كل شيء وارد، يكون قصد مثلا يعني كل شيء وارد يعني كان ما قصدي وارد يعني يكون واحد من الوكلاء بتاع اللاعب. بس عندنا كل يومين وثلاثه بتجيك مطالب. سادوم بس هداف افريقيا ده جاء النوادي من السعوديه اللي بيقول لك ب 100,000 دولار، اللي بيقول لك 200,000 دولار و 300,000 دولار. في الاخير يعني نحن حنتكلم عن نقطه سادوم دي مهمه جدا. نعم. لكن ما ال 100,000 دولار دي يعني يمكن الفاكس اللي ب 100,000 دولار ده حيخلينا نتكلم. هل انتم بتعيشوا ظروف ماليه صعبه؟ شايف علينا عندنا مشاكل ماليه ولا شنو؟ الحمد لله اي زول يدير نادي الهلال ده مؤكد جاي يزعج جماهير الهلال، مؤكد عنده الامكانيات اللي بيقدر يمشي بها نشاط نادي الهلال في مجلس ادارته من خلال المؤسسات الموجوده وبالطريقه المحترمه المعقوله ترضي جمهور الهلال. النواحي الماليه اذا نحن كان عندنا مشكله ما كان صرفنا المليارات في التسجيلات الرئيسيه والتسجيلات الحاليه. هاي في الاخير يعني بقول لك انه مجلس اداره نادي الهلال عنده مشاكل ماليه دي لاغراض خاصه يعني. نفتكر ما بنمشي في الخصوصيات. طالما نحن قاعدين في مجلس اداره نادي الهلال يعني مؤكد نحن عندنا استطاعه كيف ندير نادي الهلال من النواحي الماليه الاداريه الفنيه. وفي الاخير انت اذا ما عندك ما تقدر تدير لك نادي زي نادي الهلال يعني. نعم. هم بيقولوا يعني انا بتحدث بلسان اللي بيقولوا الان يوسف محمد مخالصه يوسف محمد لم تتم لعجز المجلس بالشوعير لعدم وجود المال.
انت عارف ما هنا اللي بيقولوا ده الغير ما اصله بيقول حاجه سالم ما عندهم، لكن وقت تجيب لك لاعب زي فداس ولا تجيب لك لاعب زي كاي ولا تجيب لك محترفين زي ده ما بيقولوا القصه دي. نعم. لما تفتكر انهم بتقلل من قيمتهم كمعارضين لنادي الهلال نعم. يعني. نعم. وين يقولوا السالم، لكن الموجب ده طبعا وقت تقولوا لهم بيقعدوا يدسوا في القصه دي، ولا بيدفعوا فيها ولا هنا بيصفون عليهم عرض. لكن كان جيت تقول لهم المعارضين ده لا تدفعوا لنادي الهلال، واحد فيهم تلقى زي ما بتتكلم معه زي تلقى ما هلالابي. نعم. اللي بيعرض ده مش هلالابي. نعم. بعرض ده هلالابي، لان الهلال سجل في شهر 12 وين المعارضين ده المعلومه جا ساهموا عشان بعدك يتكلموا. المعارضه ما كان عندهم الان ما عندهم مساهمه. الان شهر 6 ده المعارضين المانين الدنيا كلام وحديث ومجلس عنده وما عنده، في الاخير يعني انت بتقلل من قيمه الانسان اللي ما عنده، وفي الاخير ما القصه دي ما يعني الظروف لكل انسان يعني عايش الظروف الاقتصاديه بتاعته هنا. لكن بالنسبه لنا نحن يعني في مجلس نادي الهلال ما نتكلم في المال كثير، لان اصلا في الاخيره طالما انك انت تطرقت عنده وما عنده ده كلام بتاع يعني كلام بتاع الشو ساكت، كلام بتاع ناس فاقدين المنطق، كلام بتاع ناس معارضين ما عارفين يعرضوا، في الاخير المعارضه تكون صالحه للمجلس للهلال الكيان كده يعني. نعم. افتكر انه قصه المال اذا اصلا كان فيها اشكاليه ما كان نحن استمرنا في نادي الهلال قرابه السنتين الان، وعندنا امل نستمر ان شاء الله خلال السنين القادمه يعني. ده سؤال محوري حاضر له، لكن حنمشي فاصل. المشاهدين الاعزاء فاصل. ديرير رئيس نادي الهلال. سيد اللمين، انا قبل يمكن سالتك سؤال، وانا يمكن طالعت في الصحف وبعض يمكن معظم الناس طالعوا في الصحف انه انتم استلمتوا 500,000 دولار من الاتحاد السكندري. المجلس ولا المجلس استلم 500,000 دولار في صفقه. واضح انه احتمال دي تكون صحف معارضه للهلال او لمجلس اداره نادي الهلال، وانا نبهت يعني الجماهير الواعيه، الجماهير اللي بتحب النادي، انه ما الصحف المعارضه دي صحف يعني بعض الاكاذيب، لكن في الاخير يمكن ال 500,000 دولار دي نكون استلمناها ندعم بها الصحف دي، احتمال برضه مبيعات تزيد زياده يعني. يعني ما حقيقه الكلام؟ لا ابدا ما حقيقه. ما حقيقه. نعم. نعم. طيب نحن لو تكلمنا في المعارضه بصوره عامه، بتفتكر انه يعني اي نادي او حتى الحكومه لا بد ان يكون في معارضه؟ نعم. بتفتكر المعارضه الان الموجوده في الانديه هي معارضه مفيده؟ والله شوف المعارضه مهمه جدا جدا. انت اذا نادي يعني مجلس اداره جد بالديمقراطيه وبيجوا بعد ذاك في معارضين يعني بعرضوا في بعض الاخطاء وبعض الاشياء ممكن تضر الكيان، بتتقبل المعارضه. لكن الان المعارضه تشتغل في ركوة القدم، بتشتغل في رئيس النادي، بتركز في الاشياء اللي بتحبط لك الجمهور. القصه دي بالمناسبه هم عارفين مدى خطورتها اذا استمرت للسنين القادمه في نادي الهلال يعني. في الاخير انا ما قاعد في نادي الهلال ده للابد، انا في الاخير رئيس منتخب عندي مده، واذا اردت ان اجدد ممكن اجدد في نادي الهلال. لكن اذا هن بقى الفهم العام في مجال المعارضه بالطريقه بشخصنه الاشياء ويتكلموا عن فرق كره القدم باشياء سالبه ويشغلوا بعض اللاعبين ببعض العقودات الغير موجوده في ارض الواقع، تبقى معارضه خطر على الهلال وعلى فرق كره القدم. وانا افتكر انه حق جمهور الهلال يكون واعي يعني للقصه دي، وانه في الاخير في بعض الجهات بقت يعني غير الاكاذيب والاقاويل، وافتكر انه دي زي بتزيد له بعض المبيعات يعني. يعني انا افتكر انه حقه انه الجمهور الواعي يكون واعي للقصه بتاعت المعارضه في الجرائد وخاصه في نادي الهلال. ده التغيير البسيط الموجود. طيب يعني المساعد القصه دي موافقه المدرب طبعا. نعم. طيب المساعد او المدرب العام اللي حيكون في نادي الهلال حيعينه مجلس اداره الهلال، ومنه هو حيكون؟ لا هو مش حيعينه مجلس اداره نادي الهلال، لكن بموافقه المدرب ما رجع. نعم. لا انا داير اعرف الان المدرب عنده اجتماع معي في خلال منتصف الليل اليوم او بكره في منتصف النهار. ما حددته؟ يعني لا انت عندك خيارات الان في 3-4 خيارات الموجوده. نعم. تقعد مع المدرب، في مدير الكوره يشرح له، في رئيس الدائره الفنيه اخونا احمد ادم، في وجودان هو كله يختار منه، اختار منو دار يتعامل معه منه. نعم. طيب نحن يمكن بيقول الزمن انتهى، في سؤال اخير. يعني انتم قلتوا انه هيثم ان شاء الله حنشاهد في الدوره الثانيه، هيثم حيكون موجود في الدوره الثانيه باذن الله؟ اي بس قبال هيثم ان شاء الله الهلال الاعداد بتاعه حينطلق في داخل الخرطوم. نعم. والان حيكون في معسكر مستمر في بيت اللاعبين، والهلال استجلب الفريق الاسماعيلي المصري ان شاء الله يوم 23 ليوم 27 حيكون موجود في السودان لتجويد الاعداد ونشاط الفريق. حيلعب معهم مباراتين ومباراه على حسب الاتفاق مع الاخوان في نادي المريخي اذا كانوا دايرين يلعبوا مع نادي الاسماعيلي او لا.
وبالنسبه لكابتن هيثم مصطفى ان شاء الله يعني الكابتن مكانته محفوظه، وان شاء الله الكابتن يكون واصل نشاطه عادي وما حيكون فيه ما في اي مشاكل. كلام او مشاكل في نادي الهلال، والاستقرار حيكون في المرحله الجايه ان شاء الله باذن الله. نحن نتمنى الاستقرار لنادي الهلال في المرحله القادمه. هلال نادي كبير، واحد من اعرق واكبر الانديه الافريقيه والعربيه كما ذكرت في المقدمه، ونتمنى ان يمضي مع شغيره المريخ ويحققوا البطولات. سيد الامين البريري انا بحييك كثير جدا وبشكرك، كنت معنا ضيف عزيز، وحتى نلتقي في حلقه اخرى بنحييك كثير. شكرا كثر خيرك. شكرا لك، وبحيي كل المشاهدين اللي تابعونا في هذه الحلقه، واكيد هناك العديد من الاسئله والعديد من المحاور، ولكن يبدو ان الزمن قد انتهى، وحتى نلتقي في حلقه اخرى مشاهدينا الاعزاء لكم دائما احلى تحيه.